بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ان شاء الله تكونوا بخير يا رب ويجعل ايامكم كلها خير، اللهم امين. احنا دلوقتي في جولة كده سريعا ان شاء الله، هنتمشى شوية وهنروح نهوي نفسنا نص ساعة كده ولا ساعة معاكم وان شاء الله بإذن الله تنبسطوا معانا بأمر الله. ادي بلدنا الجميلة، وادي اسماعيلية بلد السحر والجمال، محافظة الشباب الجدعة والناس الجدعة والروح الحلوة والناس الطيبين ان شاء الله بإذن الله معاكم. طبعا اسماعيلية كل جمالها على فكرة، يعني هي فيها اماكن اجمل من كده بكتير، بس احنا يعني المشوار بتاعنا اللي احنا رايحينه يعني هنشوف برضه حاجات حلوة ان شاء الله وهتنبسطوا. بصوا اسماعيلية بتتميز بالهدوء، بس الشارع ده مش هادي ليه مش عارفة في عربيات كتير. ان شاء الله باذن الله كده هنروح نمرة 6. طبعا اشهر معالم اسماعيلية هي منطقة نمرة 6، هتنبسطوا منها ان شاء الله. احنا ماشيين بالراحة يعني ما شاء الله، ما بنجريش بالعربية ولا حاجة اهو زي ما انتوا شايفين كده. دي هنخش على منطقة المتحف، شارع المتحف، صح ولا لسه؟ لا لسه رايحين كده على مدرسة، يعني عند مدرسة مأمون الهيئة بتهيألي. بصوا منطقة فلل بقى، كل الطريق ده كله كده فلل تبع الهيئة كلها ما شاء الله. بصوا الجمال، حاجة تحفة بصراحة. بلدنا جميلة بكل معالمها وبكل شبر في أرض اسماعيلية جميل، ما فيهاش حتة وحشة، وعندنا كمية من الخضرة في أكتر من رائعة. هي دي مدرسة أمون الهيئة على إيد اليمين اهي، على اليمين بصوا كده. احنا داخلين، ده مزلقان أمون اهو. احنا كده داخلين على ايه؟ على شارع المتحف من ناحية أمون. طبعا ده سور مدرسة أمون اللي احنا ماشيين من جنبه اهو. ما شاء الله، يعني حاجة جميلة، والنظافة بقى يا جماعة والهوا الجميل. يعني الإسماعيلية بصراحة أكتر من رائعة، وأحلى حاجة ناسها الطيبين ما شاء الله، يعني ما فيهاش حاجة وحشة صراحة. ده بقى المتحف يا جماعة. ان شاء الله باذن الله هبقى نيجي، هو بيفتح الصبح طبعا ما بيفتحش بالليل، فان شاء الله باذن الله في مره كده هجيبكم وندخل شارع المتحف ونشوف كده بقى. ده طريق محمد علي، شارع محمد علي. احنا كده داخلين من ناحيه الايه، الجولف، صح؟ من ناحيه الجولف. بصوا الجمال والله، يعني الارض عايزه اقول لكم ما فيش ورقه واحده في الارض، يعني نظافه وهدوء واستجمام. اسماعيلية من المحافظات الجميلة، احنا بنلف المحافظات وبنشوف كل مكان. انا هفرجكم كل ما نروح مكان هفرجكم على الحاجات الحلوة اللي فيه على قد ما اقدر يعني، وانا مش محافظة قوي يعني. بصوا ده نادي الجولف، بصوا بقى حاجة جميلة بقى، في يعني قعدة عائلية وجمال يعني بصراحة، يعني حاجة في منتهى الجمال. بصوا حاجة جميلة جدا، يعني القعدة طبعا جوه في منتهى الجمال وفيها خدمة كويسة يعني، وكل حاجة يعني حلوة ان شاء الله تعجبكم. بصوا الجمال، بصوا الاسماعيلية. اتفرجوا بقى، احنا بالليل دلوقتي حوالي الساعة 8 وشوية يا جماعة، بالليل هنعدي 8 ونص. بصوا انا بفرجكم على كل حاجة، بحاول اجيب لكم كل حاجة حلوة عشان تنبسطوا منها وتنبسطوا من بلدنا زي ما احنا كده سعداء فيها ان شاء الله. من اجمل المحافظات واهداها واشياكها يعني، وفيها بقى كل حاجه حلوه. احنا طبعا كل ده في بعيد عن البحر، يعني احنا لسه ما رحناش مناطق فيها بحر ولا حاجه. طبعا احنا عندنا مصيف جميل برضه يعني. شوفوا الجمال والروعه. بصوا
وهدوء بقى، هدوء يعني. الناس طبعا بتيجي في الصيف تقعد في الاماكن الجميله دي، والاسر بتيجي تعمل عمليات هنا في الشوي جامده قوي. طول الصيف طبعا بيشوا لحوم ودواجن في الجناين، وبتبقى القعدات عائليه هنا جميله قوي. بيقعدوا، في ناس لسه ماشيه اهي، وناس جايه وناس رايحه. سبحان الله، ده حال الدنيا. بصوا الاسر قاعده اهي زي ما انتم شايفين. بصوا يعني كل حاجه بتتكلم عن نفسها. بلدنا جميله يا جماعه بكل المقاييس، بلدنا جميله بكل المقاييس. انا ان شاء الله باذن الله هعمل لكم لايف وانا قاعده دلوقتي، بس الدنيا هاخد منكم يعني ايه، هعمل لايف ساعه بس، نقعد في مكان حلو ان شاء الله. بصوا الجمال. بصوا ده بقى ايه، توليب صح؟ توليب. ادي فندق توليب الشهير يا جماعه، من اشهر فنادق اسماعيليه، والفندق المميز اهو. انا عايزه اجيب لكم الاسم، مش ظاهر عشان الاضاءه شديده، والفندق مش ظاهر الاسم. بصوا ده بقى كورنيش نمرة 6، يعني من اوله لاخره حاجه في منتهى الجمال والروعه. والله اسماعيليه يعني اجمل حاجه فيها الهدوء والخضره، كميه من الخضره يعني حاجه كبيره جدا وجميله. ان شاء الله باذن الله تنبسطوا كده معانا بالفسح في اسماعيليه. دي نمره 6 بقى الجميله، نمره 6 اللي كل الناس بتيجي تتمشى هنا الصبح بدري قوي يا جماعه. يعني من بعد الفجر تلاقي الناس كلها اللي بتحب الرياضه بتيجي تتمشى هنا وتعمل دايت على الكورنيش هنا اهو. حاجه جميله جدا يعني، اكتر من رائعه، وكل حاجه هنا يعني تحفه يعني. بصوا بصوا حاجه اكتر من رائعه، جمال وشياكه وجوده. كله بيجي يتمشى. وده فندق توليب، ده فندق توليب يا جماعه اهو. بصوا يعني اسماعيليه يعني كل حاجه فيها حلوه، ما فيهاش حاجه وحشه، وما فيش مكان فيها الا لما تحس فيه بمتعه كده وقعده جميله بجد يعني. انا والله ساعات باجي هنا اقعد اخد كرسي من الكراسي اللي انتوا شايفينها دي الصغيره دي، واقعد اشرب حاجه، اخد معايا شويه مسليات سناكس اي حاجه يعني، واقعد بقى ايه سعيده جدا من القعده فيها، وحلوه خالص يعني، من الاماكن اللي هي اكتر من رائعه. الناس هنا طيبه قوي يا جماعه، الناس هنا بيحبوا بعض، والخير موجود في الناس. الشباب هنا يعني طيب جدا، محترم جدا، شيك جدا، مؤدبين، روحهم حلوه، جدعان 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 يعني. وده مركيوف طبعا باذن الله. بصوا الشباب بقى بيعمل بقى ايه، بصوا بيعمل هنا في العربيه قهوه وشاي وحاجه ساقعه اهو ما شاء الله. يعني القعده هنا جميله، والشباب جدعان وطيبين جدا يعني. كل الشباب بيجي هنا بالموتوسيكلات وبالعربيات وبالعجل دراجات، وكل لما الصيف بيدخل بتلاقي الناس اكتر يعني. بصوا
بصوا النافورة دي، النافورة دي جميلة قوي. بصوا الشكل بتاعها. بصوا النافورة دي بتدخل من المدخل هنا الناحية التانية على فندق طويل، ومن هنا على يعني منطقة ايه الشيخ زايد وكده. احنا داخلين من هنا كده ان شاء الله. الناس بقى بتيجي تقعد بقى وتشوي اللحمة، والأسر تيجي تقعد، الولاد يقعدوا يلعبوا ويهزروا ويضحكوا ويجروا ويلعبوا. حاجة كده جميلة، يكونوا سعداء وهم قاعدين في نمرة 6. كل الناس بتتفسح فيها لأنها فعلا بجد منطقة حلوة يعني. بصوا الجنينة، تلاقي كل الشباب هنا بيجوا يلعبوا اهو. حاجة فوق من الخيال وحاجة فوق من الروعة. اسماعيلية جميلة يا جماعة. تستمتعوا بكل حاجة فيها يعني ما شاء الله. اهو أحلى القعدات وأحلى الأماكن الهادية في اسماعيلية. بصوا المنطقة، بصوا الجناين كلها مليانة والله، في ناس كتير قاعدة جدا. بصوا قاعدة بقى الناس ويلعبوا وبيقعدوا من الصبح لغاية بالليل. وفي ناس على فكرة تيجي تفطر هنا، ناس تيجي تتغدى، ناس تيجي تتعشى، ناس تيجي تسهر هنا لغاية الفجر. الشباب الولاد بيجوا يقعدوا هنا لغاية الفجر، يسهروا كده يهزروا ويلعبوا، وحاجة في منتهى الروعة والجمال. طبعا انا عايزة اعدي الشارع عشان تشوفوا الجمال والروعة اللي احنا فيها يا جماعة. بصوا ادي اسماعيلية يا جماعة وجمالها وروعتها. انا كل ما هروح منطقة هصور لكم وهوريكم الجمال والحتت الحلوة اللي فيها يعني. بصوا انا عديت الناحيه التانية عشان اوريكم الناس القاعده بقى الجميله. بصوا العائلات بتبقى قاعده هنا والمكان جميل، واللي بيجي هنا بصوا بيلعب رياضه وبيسمع اغاني اهم الشباب الحلوين بتوع اسماعيليه. بصوا الناس بقى بتيجي المنطقه كلها هنا جناين لغايه قدام. بصوا بتجيبوها كده من هناك كده، بصوا اهو لغايه قدام. حاجه طبعا اكتر من رائعه وحاجه جميله، ان شاء الله تنبسطوا منها باذن الله. بصوا متعه يعني، الشباب بيجي يلعب رياضه هنا. اسماعيليه جميله. بصوا انا عايزه اقول لكم يعني ما شاء الله عليهم، بيجوا ساعات الصبح وبالليل، كل واحد بيقضي وقت الرياضه بتاعه زي ما هو عايز. حاجه جميله. بصوا طبعا احنا بالليل بعد الساعه 9 يعني. بصوا عندهم تمرينات دول يا جماعه، فبيجوا يقضوا وقت التمرين بتاعهم في الجنينه هنا، والولاد بقى بتلعب الصغيره، والاسر قاعده بتسلي وقتها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله كده معانا جوله سريعه كده. احنا في محمد علي، وان شاء الله باذن الله هنوصل معاكم كده لغايه لما نوصل الكوبري الاولاني. احنا عند الكوبري اللي قبل الاخير، عندنا واحد وصورنا ووقفنا، والنهارده بقى ايه دلوقتي هنكمل بقى لغايه لما نوصل اخر محمد علي. اسماعيليه جميله وكل شبابها ناس طيبين محترمين، وكلهم ذوق واخلاق صراحه، وبلد هاديه وجميله كلها يعني ما شاء الله عليها. بصوا بصوا الجمال. محمد علي من اجمل شوارع اسماعيليه. بصوا هنا دي لوحه حفله اهي يا جماعه. بصوا لوحه افتتاح قناه السويس. بصوا اجمل المناطق في اسماعيليه شارع محمد علي. احنا طبعا عملنا فلوج في نمرة 6، جوله في نمرة 6، وعجبتكم جدا طبعا. قلتوا ايه الجمال ده، انتوا قاعدين ناس رايقه. فبوريكم بقى ده شارع محمد علي. ان شاء الله يعجبكم وتعجبكم الجولات بتاعتنا والوقت بتاعنا الجميل اللي بنقضيه في اسماعيليه الحلو يعني. دي اشاره
30. ده ال 30 بقى كده. بصوا كده معاكم 30 بقى الاخر. برضه ده امتداد محمد علي. امتداد محمد علي. بحب اجيب لكم كل حاجه عشان تقولوا ايه ميس هند مش حرمانه من حاجه، بتورينا كل الاماكن وكل الدنيا. جناين اسماعيليه هما كلها ايوه. والله من اجمل. الناس مبسوطه جدا في اسماعيليه، مفيش مشكله. بيسهروا هنا لغايه يعني مش عايزه اقول لكم يعني لغايه الساعه كام. الناس بتقعد هنا قعدات جميله في جناين شارع محمد علي وجناين اسماعيليه وجناين الملاحه ونمره 6. بيجوا يعني يقعدوا بصراحه، يعني بتبقى القعده جميله. دعوة الناس الفرصه قاعدين بيتكلموا وقاعدين مبسوطين. لا بلاش ما بيتكلموش. ان شاء الله باذن الله كده تكون جوله جميله وتعجبكم ان شاء الله. انا معاكم اهو بوريكم كل حاجه. عايزه اقول لكم يعني مكان فوق الوصف، وبلد جميله قوي ونظيفه وهاديه يا جماعه، ما فيهاش حته وحشه والله. كل احيائها جميله وكل شوارعها مميزه وجميله. بس طبعا احنا عدينا الوقت اللي هو المحلات اتقفلت فيه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير ويجعل ايامكم كلها خير، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده معانا جولة سهلة كده وبسيطة، هنتمشى شوية مع بعض في شوارع اسماعيلية. واحنا دلوقتي في منطقة الكوبري الازرق او منطقة السكة الحديد، وان شاء الله باذن الله هنتفرج كده ونتمشى مع بعض، واديكم ماشيين معايا يعني نشوف الدنيا فيها ايه، وان شاء الله باذن الله ربنا يسهل الحال ويصلح الحال، اللهم امين يا رب العالمين. هنا دي محل معرض العالمية، وجنبه محمصة الاسماعيلية، وحتت جميلة قوي في اسماعيلية جميلة يعني هتعجبكم ان شاء الله. بصوا السلم الازرق اهو يا جماعة اللي بقول لكم عليه. باذن الله كده معانا جولة كده متميزة. انا معاكم اهو، ادي الكوبري الازرق اهو. كوبري مشهور قوي في اسماعيليه يا جماعه، تحت منه سكه حديد يعني. وهنتمشى كده بقى لغايه لما نوصل الممر. يعني بصراحه يعني اسماعيليه جميله ونظيفه جدا والاماكن حلوه ان شاء الله. بنتي يعني ما شاء الله بتضحكني. الله يصلح حالها ويسعدها يا رب. زي ما انتم شايفين اهو، انا معاكم اهو منطقه السكه الحديد دي يا جماعه، جميله جدا وممتازه، والشارع بصراحه نظيف جدا يعني قمه في الروعه والنظافه. خلينا بقى ماشيين مع بعض، بس انا عشان مش هتكلم كتير، عشان لما بمشي وانا ماشيه وبتكلم بنهج يعني قلبي بيوجعني، فخليني ايه معاكم كده ايه بدون كلام. اوريكم حته حته كده على قد ما اقدر يعني، مش كل الدنيا لكن حته حته في اسماعيليه كده هنتمشى مع بعض. كل مره همشيكم من حته شكل لغايه لما تقولوا احنا شبعنا في اسماعيليه، فسحتينا في اسماعيليه. ربنا يكرمنا كده ونطلعكم رحلات معانا برضو يعني ان شاء الله ونتفسح صح. هنا سنتر الجزار المشهور يا جماعه، وحاجه تحفه كده وروعه صراحه يعني. بص اسماعيليه جميله جدا ونظيفه جدا قد ايه يا جماعه يعني بصراحه، تمشيه حلوه كده وجميله، والطراوه بقى يعني من المدن المحافظات الجميله في مصر. يعني اسماعيليه من احلى المحافظات المصريه، مش عشان بلدي والله، هي هاديه يعني. انا رحت المحافظات مصر كلها الحمد لله، بس اسماعيليه بجد هي اهدى المحافظات واجملها. استجمام يعني، تحس ان انتوا ايه كده في ده. لسه هبديكوا دلوقتي اماكن تانية ان شاء الله تنبسطوا برضه يعني. انا معاكم لغايه لما اتعب، وطبعا انا بتمشى،
انا مش واخده حاجه ايه مواصله ولا حاجه، انا بمشي عشان انا بحب المشي يا جماعه. والدكتور بتاعي قايل لي امشي على قد ما تقدري، المشي جميل جدا وصحه وممتاز جدا ليك. فان شاء الله باذن الله. بصوا الجمال بقى، بصوا الروعه، الشوارع يعني حاجه كده تحفه. وخضره بقى، عندنا خضره كميه رهيبه من الخضره والزرع والحاجه، يعني بصراحه في منتهى الجمال. والناس الطيبين بقى والجدعانه والشباب الحلو الطيب الجدع الخدوم يعني. بصوا المحل ده الكوتشي ده حاجه ساقعه وعصير جميل جدا اهو. ان شاء الله باذن الله يعجبكم. بصوا المنظر تحفه قوي والحاجه جميله يعني، شكله شيك قوي. الصف اللي جاي بقى ده كله محلات كده معاكي، من اول محل مكه كده اول واحد لغايه ما شاء الله بقى، لغايه ما رجلكم تقدر هتتعبوا معايا انا عارفه. ان شاء الله باذن الله تعجبكم الجوله وتنبسطوا منها ان شاء الله. ده بقى ماك يا جماعه، معرض ماك، معرض جميل جدا ومتميز، وفي النساجون الشرقيون وآل حامد، يعني متكامل جدا جدا. حاجه كده تحفه يعني. هنا محلات بقى، خدي بقى المحلات اللي عندك، ادوات منزليه، تحف، انتيكات، ملابس، كل حاجه يعني. كل المحلات موجوده يعني، اطعمه، اكل، شرب، كل حاجه موجوده هنا قوي قوي يعني، كله متاح. شايفين الجمال؟ انا بفسحكم على رجلي يعني. العربيات دي خلي بالكم كلها ماشي، انا الوحيده اللي ماشيه على رجلي يعني. بصوا الجمال، حاجه في منتهى الجمال. لما تتعبوا مني قولوا لي ريحي شويه يا مس. ماشي. بصوا يوسف، بصوا مجوهرات بقى وألبان، كل حاجه موجوده هنا. والشارع ده جميل. ودي مدرسة صفية زغلول يا جماعة، مدرسة إعدادية شهيرة جدا اسمها مدرسة صفية زغلول. ماشي. بصوا الجمال، دي اسماعيلية الجميلة اهي، دي اسماعيلية الجميلة. حاجة كده ما شاء الله. ده لسه انا هوريكم حتت جميله دلوقتي، اصبروا عليا بس، احنا ماشيين مع بعض. مدرسه صفيه زغلول على ايدي الشمال، والمحلات دي على ايدي اليمين. انا في اتجاهي دلوقتي للممر. بصوا حاجه كده جميله قوي بقى. حاجة روعة. يا رب تكونوا مبسوطين معايا كده واحنا بنتفسح. بصوا المحل ده لعب اطفال. بصوا ادي مدرسة صفية زغلول اهي، لسه السور بتاعها شغال يعني، هي كبيرة شوية، واخدة منطقة يعني. لفت نظري بقى المحل ده جميل قوي، وان شاء الله باذن الله كده حاجة في منتهى، والله لفت نظري من جمال وتنسيق الورد فيه، فمش قادره صراحه اقاوم، قلت لازم افرجكم معايا يعني. المحل اسمه اللوتس وهو في الممر. بصوا الشياكه والتحفه بصراحه يعني، دقه، حاجه في منتهى الشياكه يعني وروعه يعني، ما قدرتش موقفش، فهفرجكم تركه من جوه نصور. بصوا بعد اذنكم، بصوا يا جماعه، بصوا الجمال والحاجه الروعه. يلا بقى اديني بديكوا حاجات اهو في منتهى الشياكه يعني، على الله تقولوا مس هند السباك عامله معانا الواجب يعني. بصوا الشياكه، بصوا الجمال، بصوا شايفين؟ ده محل ورد اسمه اللوتس في اسماعيليه،
في منطقة السكة الحديد واحنا داخلين على الممر. محل تحفة وعنده حاجات شيك قوي يا جماعة، وبسم الله ما شاء الله قمة في الذوق وروعة في النظام واختيار الألوان. يعني بصراحة حاجة شيك جدا. بيعمل طبعا كل شغل الأفراح والمناسبات، بيتهيألي عنده كل حاجة. ده حاجة جميلة جدا. أشكرك يا فندم. بصوا المحل اسمه اللوتس فلاور. اللوتس فلاور. مدير المحل اسمه ايه؟ مدير المحل هو الاستاذ ابراهيم. حاجه كده في منتهى الشياكه، ذوقهم عالي يا جماعه، واختيارهم للالوان والاذواق جميل جدا. يعني انا لفت نظري زي ما انتم شايفين، انا ما بقدرش اشوف حاجه حلوه الا لما افرجكم معايا. حوالين المكان بقى برضو تحفه، يعني حوالين المكان برضو تحفه. بصوا انا جايبه لكم من فوق اهو، وادي اسم المحل تاني. الحاجه اللي بتلفت نظري وبتعجبني انا بعرضها لكم كتير وبجيبها لكم كتير وبركز عليها وبزوره كتير. يا رب كده. وكل اللي هيجي له من طرف هند السباك، يعني متابعين اللي هيجوا لمحل اللوتس للورود، تنسيق الورود والبوكيهات والافراح والحاجات دي، هيعمل له ديسكاونت باذن الله. اللي هيجي له من طرفي هيعمل له ديسكاونت يا جماعه. اهتموا بالموضوع وان شاء الله يعجبكم المكان زي ما عجبني وخد عينيا كده. نكمل المشي بتاعنا والمشوار بتاعنا الجميل. بصوا بقى، بصوا الجمال. شايفين بلدي جميله ازاي؟ انا وريتكم حته صغننه كده، لقطه كده في حاجه جميله من الحاجات اللي بتعجبني في بلدي. ما اقدرش اشوف حاجه حلوه الا لما اقول لكم عليها وافرجكم عليها معايا. انتوا عارفين انا بحبكم قد ايه، وما اقدرش ده جراند اوتيل، وده كبده الفلاح يا جماعه، كبده شهيره يعني. ده اوتيل اسمه جراند اوتيل، حاجه شياكه جدا جدا وجميله. ان شاء الله باذن الله يعجبكم. القعده فيه حلوه وشيك قوي يا جماعه، بس احنا مش هنقعد دلوقتي عشان احنا بنتمشى، مش هنقعد. ده الدجاج الدمشقي. الدجاج الدمشقي. مش عارفه ظاهر معاكم اسم المحل ولا لا بالظبط. عنده دليفري وكل حاجه. الدجاج الدمشقي مميز ومعروف، وكل الناس بتشتري منه، يعني اكله حلو ومميز. ماشي، احنا داخلين بقى دلوقتي على الممر. هعدي بقى الممر، انا مش هتكلم بقى وانا بعدي عشان ما فيش عربيه تدوسني قبل ما احقق الشروط. ماشي، فاتفرجوا معايا واحده واحده كده. دي القهوه شهيره، قهوة شهيرة جدا، وادي اسماعيلية وبلدي الجميلة والديكور الحلو الرائع والناس الطيبة والجدعنة. كل الاسماعيلاوية جدعان قوي يا جماعة. وده سوبر ماركت جديد اسمه بيتي وان، وانا بعدي الممر اهو معاكم. ممكن اعدي من الجنينة احسن لي ولا ايه رأيكم؟ يعني انا هنعدي. شوفوا شوفوا الجمال. ادي اسماعيلية الجميلة العريقة. شايفين؟ ادي اسماعيلية الجميلة الحلوة اللي كلها ناس طيبة وشعب جميل وطيب، وصراحة طول عمرها وهي مميزة. ده الممر كده. انا طبعا رايحة هجيب طلبات وحاجات من هنا، فهروح الناحية التانية. بصوا شايفين الجمال. بصوا ده الممر بقى، الجنينة اللي في الممر قاعدة روعة. كراسي اهي فاضية، وفي اماكن الناس قاعدة وفي ناس مش قاعدة، يعني عادي. المكان جميل قوي يا جماعة، حاجة تحفة كده وجميل. انا دايما باجي احب اقعد قوي في المكان ده، بس بقعد في الجنينة الاولانية اللي هي هنعدلها الشارع ده. هما 3 اجزاء، ده احلى جزء فيهم الاولاني اللي احنا رايحين عليه ده. بحب اقعد فيه جدا، يعني باخد الايس كريم بتاعي او القهوة، الحاجة اللي انا عايزاها، وابدا ان انا ايه اتناولها في المكان. وهنا العمده، وهنا شوكولاته اللي انتوا عارفينه، وتوكيل سامسونج، يعني بلدنا بقى. بصوا هي دي الجنينه اللي انا بحبها الصغننه دي، فيها بقى حاجه جميله كده وقاعده حلوه قوي. بصوا انا مش عايزه اقول لكم المكان هنا راقي قوي يا جماعه. بصوا بصوا اسماعيليه كلها خضره على فكره وجمال، وتلاقي الزرع فيها كتير والمنطقه روعه. يعني انا بحب اقعد بقى في الحته دي كده كلها خضره، باخد كرسي من الكراسي الحلوه اللي قدامكم دي واقعد عليها واستمتع كده
باي حاجه باخدها وانا قاعده. ساعات بجيب القهوه بتاعتي معايا واقعد بقى ايه مستقنيصه هنا خالص. حاجه جميله وحاجه تحفه باذن الله زي ما انتم شايفين كده.